بُص، الكل كان مبهور بالتورتة، المهرجان كان تحفة بكل تفاصيله، جيمس توب كان تحفة، أنا ندمانة إني ما كنتش حضرت الجولة الأولى والجولة التانية. ده كان جولته التالتة. بصراحة تحفة. دي الchef دينا أبو الفتوح كان رأيها تحفة، كان رد فعلها حلو أوي. معلش أنا مجرية الفيديو علشان خاطر بس ما آخدش حقوق نشر الطبع، علشان خاطر الموسيقى. كان نفسي تسمعوا كل الكلام الحلو اللي هُم كانوا بيقولوه. عايزاكم تشوفوا الناس وهُم بيتجمعوا وفرحانين بالتورتة، مبهورين إزاي دي طالعة من بيت، إزاي ديّة الchef محترف اللي عامله. فالحمد لله طبعًا على هذه النعمة، والحمد لله إن هو يعني كان كل اللي بيدوق كان بيرجع ياكل منها تاني، بسبب إن هي خفيفة جدًا وما كانتش بتجزّع. كل الشيفات وكل الناس كانت مبهورة بيها فعلًا، فعلًا. وكمان عجينة الشوكولاتة أنا كنت عملتها معاكم قبل كده، عجبتهم أوي كنوع جديد، أو إن هي فضلت ثابتة. أنا سافرت بيها من طنطا للقاهرة، فضلت التورتاية ثابتة معايا ما شاء الله، اللهم بارك. كانت تحفة بجد. كنت عاملاها 6 طبقات، ربع كيلو من الإسبونج أبيض، وربع كيلو من الإسبونج البني، وكنت مقطّعاهم 3 و3. وده كنت ماما طبعًا غنية عن التعريف. بُصّوا يعني مبهورة بيها، وعمّالة تأكّل بنتها بُصّوا إزاي وفرحانة وبتقول لها ليكِ دي طلعت أشطر منّي. وطبعًا ما حدّش في شطارة طنط منى، بس هي فعلًا كانت مبهورة بيها وتقول لي التورتاية فعلًا حلوة أوي، ناعمة، وكمان الكريمة بتاعتها طعمها مميز وكمان غنية كده. وقعدت خلّت بنتها صوّرتني علشان خاطر نزّلتها على الصفحة بتاعتها. والله أنا كنت مبسوطة بيكِ أوي يا طنط منى. ده من غير الشربات. وبُصّي يعني عمّالة تدوّق وتقول لي مزيكا حقيقي بجد والله كان نفسي بجد أسمّعكم الكلام الحلو اللي هُم بيقولوه، بس عشان خاطر الموسيقى بتاعة المهرجان. شايفين؟ هي بتاكل وفرحانة بيها أوي، وعمّالة تدوّق كل اللي حوالينا وتقول لهم البت دي شاطرة، عاملة تورتة حلوة أوي. اليوم كان حلو بصراحة، ما فيهوش غلطة، ودكتورة جاية كلّها ذوق وكرم، وكانت يعني بصراحة عاملة فوق الصح وزيادة، ما زعّلتش حد. يعني أنا لو فضلت أشكرها من هنا لحد سَنة قدّام مش هاوفيها حقّها. وكانت جايبة يعني بصراحة هدايا كتيرة جدًا، وكانت حاجات حلوة وما زعّلتش حد، وكانت عاملة لنا ضيافة في منتهى الجمال. سِت ذوق وشبعانة، وبجد، بجد يعني بصراحة ربنا يبارك لها، ويا رب يوفّقها في كل الأيام اللي جاية. وكانت طبعًا شيفتنا الجميلة الحلوة الأمراية الchef ميادة محمد، كانت في لجنة التحكيم، وده بيبقى شرف ليّا، وبابقى مبسوطة جدًا لمّا تبقى في لجنة التحكيم. دي بقى الchef نهلة طبعًا غنية عن التعريف، وفرحانة برضه بالتورتاية. بُص كانت التورتة أصلًا ما بقاش فيها حاجة، يعني هي يا دوبك بقت ربع كده. هي برضه عجبتها أوي، بتقول لي تحفة. وبنتها سلمى هتدوق منها وعجبتها، بتقول لي حلوة أوي، تقول لي شطورة. دي كانت معاها بس مش عارفة قريبتها. بتقول لي أنا مش سلمى بنت الchef نهلة، سلمى قريبتها. فكانت بتدوق. بُصّوا رد فعلها، بُصّوا الreaction بتاع وشها عامل إزاي. فالحمد لله جالي شغل كتير أوي على فكرة من القاهرة. سلمى بنت الchef نهلة اللي دايمًا بتقول لمامتها الأكل تحفة، قالت لي أنتِ شطورة في الحلويات أوي. شايفين ردة فعلها عاملة إزاي. بصراحة أنا كنت فرحانة والله باللي موجودين كلّهم أكتر من المركز اللي أخدته. فالحمد لله، الحمد لله ربنا يديمها نعمة يا رب. وهنا لمّا كنت بينادوا عليَّ وكنت باستلم